السلام عليكم خوتي، كنتمنى تكونوا بالف خير. في هذا الفيديو عندنا لكم العديد من الاخبار بخصوص المحترفين المغاربه، والامر كيتعلق باشرف حكيمي والناخب الوطني وليد الركراكي وياسين بونو. كذلك كاين الجديد بخصوص وليد شديره، معلومات مهمه. وفي الاخير غنهضروا على عبد الصمد الزلزولي وزكريا ابو خلال، وهذا الشيء غيكون باختصار كيف العاده. والبدايه غادي تكون مع وليد الركراكي وياسين بونو واشرف حكيمي، بحيث اعلن الاتحاد الدولي لكره القدم على لائحه المرشحين لنيل جائزه الافضل لسنه 2022. وعرفات قائمة المترشحين اللي اعلن على الاتحاد الدولي لكرة القدم تواجد ثلاثي المغربي، بحيث أن وليد الركراكي مرشح في قائمة أفضل مدرب مع كل من ديدي ديشان وليونيل ساكانولي وبيب غوارديولا، وكذلك المدرب كارلو أنشيلوتي. وياسين بونو مرشح في قائمة أفضل حارس مع كل من أليسون بيكر وتيبو كورتوا، وكذلك الحارس إدريسون، وفي الأخير إيميليانو مارتينيز. وأشرف حكيمي مرشح في قائمة أفضل لاعب مع كل من جوليان ألفاريز وجوردي بيلينغهام، كريم بنزيما وكيفن دي بروين وإيرلينغ هالاند، فينيسيو جونيور وروبرت ليفاندوفسكي، ساديو ماني، كيليان بابي، ليونيل ميسي، لوكا مودريتش، نايمار، دي سيلفا، محمد صلاح. واش عرفتوا شنو هي الاخوان؟ يكونوا عندك ثلاثه ديال الاسماء مرشحه لجائزه الافضل في العالم لسنه 2022. عرفتوا شنو هي هذه؟ راه شي حاجه اللي صعيبه تعاود. راه اشرف حكيمي حاليا كينافس مبابي وكينافس نيمار وكينافس ميسي على الافضل في العالم. عرفتوا شنو هي الاسم ديالك كيكون تما؟ راه شي حاجه اللي بزاف. كذلك راه ما ساهلاش انه يكون عندك الاسم ديال المدرب ديال المنتخب ديالك جنبا الى جنب مع اسم ديال بيب غوارديولا وديدي ديشان وغيرهم من الاسماء العملاقه. ياسين بونو ما نهضروش عليه، انا راه كيبان لي هو الافضل في العالم، ولكن باين غيعطيوه الثالثه. بغيتك غير تخيل معايا ان ثلاثه ديال الاسماء مغربيه مرشحه لجائزه الافضل في العالم. راه غير ان اسم ديال المغاربه كاينين تما راه بحد ذاته هذا انجاز. غنبقاو مع اشرف حكيمي اللي كثر عليه القيل والقال وخرجت عليه العديد من الاخبار، واللي المفاد ديالها ان الريال مدريد كتوجد عرض لضم اللاعب المغربي، وهذا الشيء اكدته جريده في شخص، بحيث اكدوا على ان اشرف حكيمي هو القنبله التي يعدها فيرلونتينو بيريز. واضافت الجريده في المقال ديالها ان النادي الملكي كيقلبوا على البديل ديال كارفاخال واللي غيكون اساسي الموسم القادم. والاسم الاساسي والمرشح الاول اللي وضعته اداره النادي الملكي لتعويض كارفاخال هو اشرف حكيمي. ولكن هنا كاين واحد الاشكال واللي كيبقى كتحليل شخصي ليا انا، بحيث اني كنشوف ان الاداره ديال نادي باريس سان جيرمان صعيب بزاف تطلق حكيمي على قبل الفلوس. الحاجه الوحيده اللي كتبان لي تقدر تاثر في هذه الصفقه هذه باش تتم هي ان الحلم ديال حكيمي هو يرجع للريال، وهذا الشيء فيتاكدوا المدرب ديال انتر ميلان سابقا أنطونيو كونتي، واللي كيعرف السياسه ديال النادي الباريزي غيفهمني علاش قلت هكا. غنتسنى الاراء ديالكم بخصوص الترتيب اللي كتوقعوه للثلاثي المغربي. كذلك عطيوني الاراء ديالكم، واش باريس سان جيرمان غتطلق حكيمي للريال او لا. ندوزو لوليد شديره، وحسب منشرته الصحيفه الايطاليه لا كازيتا ديلو ميزو جيرنو، فان نادي بلد الوليد الاسباني مستعد لدفع 8 ديال المليون يورو من اجل التعاقد مع اللاعب المغربي وليد شديره، على الرغم من ان نادي نابولي الايطالي توصل لاتفاق نهائي مع نادي باري لضم شديره. واحد المعلومه تقدروا ما تكونوش عارفينها، هو ان المالك ديال نادي باري الايطالي وبطبيعه الحال اللي كيلعب ليه وليد شديره هو اوليريو دي لورينتيس، هو نفسه رئيس نادي نابولي. هذه المعلومه قلتها غير باش تعرفوا الصفقه ديال وليد شديره فين غادا وكيفاش تمات. اما بخصوص عبد الصمد الزلزولي، ونقلا عن شبكه فوتبول توتال الاسبانيه، فان اداره نادي برشلونه ولات كتفكر تلغي الاعاره ديال عبد الصمد الزلزولي الى نادي اوساسونا. وبطبيعه الحال الشبكه وضحت الاسباب اللي غتخلي اداره النادي الكتالوني تقدم على هذه الخطوه هذه، ومن الاسباب اللي ذكراتهم هو انه كاين احتمال الرحيل الدولي الهولندي مانفيست ديباي. وكذلك ذكرت الشبكه ان نادي برشلونه في حاله الالغاء ديال الاعاره غيخلص للنادي اوساسونا تعويض لعدم الاستفاده من اللاعب المغربي. وبطبيعه الحال اي جديد بان بخصوص عبد الصمد الزلزولي غنقلوه لكم. نمشيو للمتالق ديالنا زكريا ابو خلال، اللي دار مباراه كبيره البارح بعد ما دخل في الدقيقه 60 قدر يسجل هدف ويقدم اسيست، بحيث سجل هدف في الدقيقه 75 وهو الهدف الرابع للفريق ديالو، وغيرجع في الدقيقه 88 وغيقدم الاسيست ديال الهدف الخامس. وتحصل زكريا ابو خلال على تقييم 8 كثاني احسن تقييم في المباراه ككل. بصراحه اللاعب اللي كيخدم على راسو وعقلوا على كلامي مزيان غيكون من الركائز الاساسيه ديال المنتخب المغربي في المستقبل، وغادي نشوفوه في نادي كبير مازال. هادشي اللي كان معكم اخوكم محمد من قناه فوتفليكس. الى مازال ما انضميتيش لعائله فوتفليكس رجع البطونه الكحله بيضاء وهانت معانا. صلوا على رسول الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وتفاءلوا خيرا تجدون.